فيديو النهارده معلومه كده على السريع. مش معنى ان انا مقلله اكل ان انا لازم الحرق عندي يشتغل وان انا لازم اخس. في عوامل تانية كتير بتاثر على الحرق معايا. الهرمونات بتاثر على الحرق. الناس اللي عندها مستقبلات البروجستيرون عاليه بتاثر على الحرق. الناس اللي عندها هرمون الكورتيزول عالي ناتج لتوتر كتير، ناتج لانهم ما بيناموش بشكل كويس، ناتج لانهم بيلعبوا رياضه بشكل اكتر بكتير من المفروض ان هم يمارسوا الرياضه بشكل صح. ده كله بيأثر على الحرق. قله شرب الميه بتأثر على الحرق. الميه لما بنشربها صح الحرق عندنا بيزيد وبيشتغل بشكل كويس جدا. ففي عوامل كتير بتأثر معايا على الحرق، مش الدايت بس ومش ان انا اقلل اكل بس هو السبب الاساسي في ان انا احرق واخس واوصل للوزن اللي انا عايزه. كمان نقص الفيتامينات والمعادن بيأثر على الحرق. اي التهابات في الجسم بتأثر على الحرق، اي امراض مناعيه بتزود الالتهابات في الجسم وبتأثر على الحرق. في عوامل كتير جدا بتأثر لي على الحرق، ضروري جدا ناخد بالنا منها. مش الاكل بس ومش ان انا بعمل دايت لازم ان انا انزل. في ناس كتير بتعمل دايت وماشيه كويس خالص وبعدين ما بيلاقوش نفسهم نازلين وزن او الميزان ثابت مهما عملوا، بيدخلوا في اكتئاب وبيدخلوا في حته ان انا عملت كل حاجه ومع اقل اكل انا بتخن. الهرمونات بتاثر بشكل كبير. الغده لما يبقى فيها مشاكل بتاثر بشكل كبير، خصوصا الناس اللي عندها خمول في الغده الدرقيه، فخدوا بالكم جدا من الموضوع ده. كسل الغدة بيأثر على الحرق، بيزود الشهية، بيأثر على كسل وخمول، بيأثر لك على فيتامين د، بتكسر في العظم، بتأثر على الكالسيوم. مشاكلها كتير جدا، وكل لما ما تحلش المشكلة صح فانت بتعذب نفسك على الفاضي وكمان بتتعب من غير اي نتيجة والمشكلة معاك بتزيد قدام. ناخد بالنا جدا. للمرة الألف مش تقليل الأكل هو الحل. كان أي حد حب إن هو ينزل وزن يوقف أكل خالص أو يقلله والحرق عنده يزيد وينزل وزن من غير أي مشاكل. تمام كده. المشكلة خالص مش في ان انا اقلل اكل، في عوامل تانية كتير بتدخل في الموضوع ده انا اتكلمت عليها. هحاول ان انا اركز على كل نوع واتكلم عليه باستفاضة عشان نعرف المشكلة الاساسية ايه ونعالجها صح. مشاكل الجهاز الهضمي بتأثر بنسبة كبيرة على الحرق عندنا. قولون عصبي، حساسية جلوتين، اي مشاكل. لان مشاكل الجهاز الهضمي يعني انا دايما كده بعتبر طول ما الجهاز الهضمي عندك فيه مشاكل الحرق عندك هيبقى فيه مشاكل. لان الحرق بتأثر، الامتصاص بتأثر، الالتهابات ممكن تزيد وتوقف لك الحرق. ففي مشاكل كتير جدا من ورا الجهاز الهضمي. خدوا بالكم في عوامل كتير جدا بتأثر. بس كده. يا رب اكون وضحت لكم في الفيديو ده ان مش بس الدايت هو الحل، لازم نعرف المشكلة ايه وحرقنا ليه بيضعف عشان نعالجها صح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان الكل يستفيد. انا دكتورة هاجر فراج ومعاكم في مليون معلومة طبية.